يوشك موسم الليغا الإسبانية على الانتهاء، وصاحب الرقم القياسي لعدد مرات التتويج بات بحاجة إلى قطع خطوة أخرى وحيدة لاسترداد لقبه. تعادل ريال مدريد على ملعب مالاغا يغنيه عن متابعة ما يفعله برشلونة أمام إيبار. تفاصيل استعدادات ريال مدريد في تقرير مراسلنا جمال جبلي. صور جاءت من عهد آخر لا يريدها ريال مدريد أن تتكرر. 25 سنة من قبل انهار الريال في تينيريفي في أحداث تسارعت وكأنها كابوس مرعب. الريال اليوم يعيش حلما يريد تحقيقه، حلم ثنائية استعصت على الميرانجي منذ 61 عاما. لكن الريال اليوم يعرف ما حدث لريال 92، ولئن كان التعادل يكفيه فقد رفع العريضة إلى أعلى ولا يفكر سوى بالفوز في لا روساليدا. علينا أن نقدم 100% من إمكانياتنا، وأن نركز على ما علينا القيام به، وأن ندخل الملعب للفوز كعادتنا، لأن هذا موجود في دماء هذا الفريق وهذا النادي، وما نريده سنسعى من أجله ولنرى ما سيحدث. لكن بالنسبة لنا نحن دائما نسعى للفوز. زيدان الذي لم يخرج ولا مرة خصوصا منذ استعادة الصدارة عن خطابه ومبادئه، كل المباريات نهائيات ففاز فيها كلها، وهو مقبل اليوم على نهائي بأتم ما للكلمة من معنى. نحن في صدارة الليغا، والآن علينا إكمال ما نقوم به. المباراة الأخيرة والأصعب بالتأكيد، فقد واجهنا قبل أيام صعوبات أمام سيلتا، ونفس الشيء ضد إشبيلية في ملعبنا، لكن في النهاية بالكثير من الجهد والتركيز يمكننا بلوغ أهدافنا. وضع الريال جيد، فهو قاب قوسين أو أدنى من التتويج، ولولا أن ضيع بعض النقاط السهلة لكان قد حسمها قبل. وزيدان بفلسفته ممزوجة بكثير من التواضع والاحترام للمنافسين يبرر ذلك. كنت أتمنى الفوز قبل اليوم باللقب، كلنا كنا نتمنى ذلك، لكن ذلك لم يحدث، ما يدل على أن الليغا معقدة وصعبة، وهو ما يجعل الفوز بلقب البطولة أمرا جميلا. الريال في الميزان اليوم في مالاغا بين حافز الفوز والتتويج وهاجس الخسارة والانهيار، سيناريوهان متناقضان، فهو فعلا في امتحان وفيه يكرم المرء أو يهان. جمال جبلي بإن سبورتس من مركز تدريب ريال مدريد في